السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. معلش الفيديو بتاعنا هيبقى متأخر شوية. الناس الكسلانة بقى. ما تنسوش تحطوا لي اللايكات يا جماعة، اللايكات بترفع الفيديو. والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وتفعيل زر الجرس. اللايكات يا جماعة اهم حاجة، اللايكات. اللايك هيرفع الفيديو. واللي ما شافوش يشوفوا عشان قناتنا تكبر بيا وبيكم. ويوصل لكم كل جديد ان شاء الله. النهارده معانا ايه؟ هنعمل كفته. الاولاد طالبينها مني. ده عباره عن نص كيلو صدور متقطع اهو. مقطعوه اهو. قطعته قطع اهو. ودي عباره عن الخضره اللي انا هحطها: بصل، ثوم، شويه خضره كده كان عندي في مقطعاهم وحطهم في التلاجة. فاض منك شويه خضره ولا حاجه، قطعوهم وحطهم في التلاجة ينفعوكي. قطايه صغيره كده فلفل حامي على بارد اهو. هو ده فلفل احمر مع فلفل اخضر مع يعني حامي على بارد. والبصلايه بتاعتنا اهي. طبعا هنا البهارات بتاعتنا. انا بهارات من عندي من البيت: ملح، كركم، كمون، فلفل اسود. كترت الفلفل الاسود شويه. ورق لورا وحبهان. ودي حبه البركه جميله جدا بتتحط. طبعا بس عشان ما عنديش بهارات ناعمه فهيبقى عندي الخيشن ده هحطه. هنا معانا البقسماط اهو، هنحطه بقيمه معلقتين بقسماط. طبعا ده عباره عن الدهون. دهن ده ايه؟ كان دهن. كان عندي فراخ ودي الدهون بتاعتها، فسبتها بحطها في علبه زي كده في التلاجة بتنفعني، فهي نفعتني دلوقتي. فهحطها برضو على الكفته عشان تطعمها وتديها. لو عندك اي دهنه بتاعت لا مؤاخذه يعني بقر او اي حاجات من كده حطي منها، اما دي دهنه عاديه بتاعت فراخ يعني تبقى خفيفه. اول حاجه هبتدي بيها ان شاء الله البصل. هنخلطه خلطه كده الاول ننعمه. عشان ايه؟ ما ينفعش ايه، احنا هنعمل البصل الاول مع الثوم. بصل مع الثوم كده اعمله مع بعضه. عشان ايه؟ اعمله وارجع لكم تاني. انا ما نعمتهاش قوي عشان هي كده كده تتفرم مع الفراخ اهي. طبعا انا هحط الفراخ بتاعتنا اهي. غسلناها كويس. ده عباره عن نص كيلو. صدر فرخه صغير كده نص كيلو اهي. هعمله برضو وهحط معاه. هحط معاه الفلفل ده اهو. القوطه. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم عشان ايه، يتضرب كله مع بعضه تبقى ضربه واحده اهي. شويه الخضره بتاعتنا ودي البهارات بتاعتنا نحطها برضو عشان تدي نفس حلو كده. بصوا يا حبايبي، يعتبر معلقه اهي من الدهون اهي. طعمها بس. هي الدهون دي كانت صفرة كده لانها كانت بتاعت فراخ سيسو بصراحه اهي. طبعا هنا والله حطينا الخلطه كلها على بعضها. دي بصراحه حاجه انا بحطها على كفته اللحمه، بحطها على كفته الرز برضو. دي كربونات صوديوم. في ناس بتحط بيكنج باودر، انا قلت احط كربونات صوديوم وشوف هتعمل ايه معانا مع بعضينا كده. الوصفه دي انا بحطها في اللحمه، في كفته اللحمه بعملها برضو، بحط نفس المكونات دي في كفته اللحمه، بس بتحط عليها طبعا الفرق رز. الفرق هنا احنا هنحط بقسماط. طبعا اهي نص معلقه كربونات اهي عشان تنفشها كده وتخليها جميله. طبعا الكربونات دي لازم تتحط في التلاجة اهو. هنعمل ايه بقى؟ المعلم رحيم عامل لنا دوشه حبايبي، معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. خلط كل المكونات، كل المكونات مع بعضها ازاي اهي. ده اللي انا بتكلم عنه. هخلصها بقى وارجع لكم تاني وهحط البقسماط مع بعض. انا ليه حطيت قطايه يا حبايبي؟ عشان القطايه تديها طعم كده حلو. القطه عامه حلوه مع شويه الخضره. الخضره بتديها نفس وطعم جميل قوي. إيه حسب ما انت بتحبي خضره ايه حطيها. مش لازم اعمل على ذوق حد. إيه انت بتحبي ايه حطي على اللي انت بتحبيه.
هتطلع طالما انت بتعمليها بحب الحاجه هتطلع جميله قوي معاك اهي. بصوا اهي لسه احنا ما حطيناش، بصي هي متماسكه ازاي ولسه ما حطيناش كمان انتوا لو خايفين من القطايه لا اهي اعملوا بنفس الطريقه، مش كل حاجه لوحدها، هي دوبك البصل والثوم اللي تفرميه وبعد كده حط بقيه المكونات بتاعتك كلها. دلوقتي اهي احنا فرمناها يعتبر نص فرمه، هنعيد عليها كمان شويه ونرجع نحط البقسماط مع بعض. بصوا يا حبايبي البقسماط بتاعتنا نحطها، انا هحط معلقه بس كده عشان نشوفها الاول وبعد كده انا حطيت المعلقتين مع بعض هما نزلوا كلهم اهو عشان نفرم مع بعض ونشوف عشان تبقى متماسكه وحلوه كده. وطبعا احنا هنسيبها في التلاجة حوالي ربع ساعه او نص ساعه. اهو يا حبايبي قدامكم اهي، معلش على الصوت. هخلصها بقى وارجع اوريها لكم مع بعضين. بصوا يا حبايبي احنا حطينا معلقه بقسماط كمان عشان انا عايزاها تمسك، مش هحطها نص ساعه ولا حاجه، انا هحطها ربع ساعه بس انت ممكن تعمليها على نفس الطريقه، ما تحطيش المعلقه الزياده وتحطها في التلاجة تتشمع معاك، لكن عشان الوقت متاخر اهي. وحطينا مع بعض معلقه زيت كده عشان تشمعها اكتر وتخليها كويسه اهي. خلصها وارجع لكم. بصوا يا حبايبي انا لسه ما حطيتهاش في التلاجة وشكلتها. بص اهي بشويه زيت صغيرين، هتلاقي ايدي فيها زيت اهي، بشويه زيت صغيرين بعد ما تطلعيها من الكبه بتاعتها واهي هتشكليها وتحطيها. ممكن دي تعمليها في بقسماط وتعمليها بالطريقه دي، وممكن برضه انا اوريكم حته تانية تعملوها بالطريقه دي، طريقه الكفته العاديه. طبعا هيبقى عندك سيخ او عندك حاجه تحطها عليها، او ممكن تعمليها زي ما انا بعملها كده اهي، بس لما تحطيها في السيخ تبقى مفرغه من جوه اهي، هتبقى مفرغه من جوه. اوريها لكم برضه، ما عنديش خله فمش هقف على حاجه اهي. بصوا اهي اهي اهي، طبعا هتكبريها شويه اهي اهي اهي. احنا لسه ما حطيناهاش في التلاجة فبوري لكم كذا طريقه ليها يعني اهي اهي عشان تبقى مفتوحه من جوه فتبقى حلوه معاك. بعد كده وحطها في الطاسه بتاعتك، او عايزه تعمليها في الفرن هتعمليها زي كفته الرز اهي. بصوا اهي ولا فكت ولا حاجه اهي. هنحطها في التلاجة تتشمع شويه وبعدين اوريكم هنعمل ايه تتشمع. بصوا يا حبايبي انا هعمل رز مصري مش رز بسمتي. طبعا في الظروف دي الناس مش هتقدر تشتري رز بسمتي، وانا عندي متاح الرز المصري. الرز المصري جميل قوي. هعمل ايه نعمله مع بعض زي الرز البسمتي بالظبط. طبعا الاول خالص هحط ايه حبه البركه وجوزة الطيب طبعا اهي مقطعاها اهي. بصوا اهي جوزة الطيب وعود قرفه وورق لورا وحبه اهي. واحنا بنعملها كده بتعمل ريحه حلوه معانا ايه بصلايه صغيره خالص خالص اهي. هنعمل رز مصري زي رز بسمتي بالظبط واحلى بالخضار. ده الريحه جميله 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 والقرفه بتبقى ريحتها حلوه قوي. طبعا هنحط مع بعض ايه نحط مع بعض بسله اهي. طبعا انا كنت حاطاها في الفريزر عندي بسله وجزر. لو عندك كوسه عيالك بيحبوا الكوسه حطوا كوسه اهي. ماشي يا حبايبي هتفتحوا التسويحه برضو اهي اهي تسويحه حلوه كده تسويحه حلوه اهي. القرفه والحاجه والبصل اللي احنا حطيناه اهو يا حبيبي. وبعد كده نحط الجزر اهو برضه واخد تشويحه ماشي. دي الطريقه بتاعتي في الرز. طبعا انا حاطه الليمه التانيه ميه بتغلي دي تشويحه حلوه كده عشان البشاميل كده الحاجه اللي انا حطيتها.
طبعا وهي بتتشوح كده انا هحط معاكم ايه التطعيمات بايه. احنا حطينا ايه جوز الطيب، ورق لورا، عود قرفه، وحبهان. ماشي. في الزيت او السمنه او سمنه بلدي او المتاحه عندك انت بتعملي ايه. تحطي بس بصلايه صغيره كده تقطعيها وتحطيها تديها تشويحه مع بعض. تقومي جايه نازله بالبسله، وبعد البسله تقومي نازله بالجزر اهي. بصوا اديله تشويحه حلوه كده يبقى جميل قوي قوي. لو عندك كوسه بقى الخضار اللي انت عايزه تحطيه كله حطيه. ماشي اهو. هننزل دلوقتي بمكعب ماجي اهو. مكعب ماجي ريحتها خطيره 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 جميله جدا. نفس الطريقه دي تعجبك. وادي كركم، طبعا الكركم بتزوديه. الحاجات دي ساعات بتجيبها من عند العطار كلها كامله في خطه الرز اللي هو بسمتي ده، ومعاه ليمونه. ماشي. طبعا احنا حطينا نص معلقه كمون ونحط نص معلقه فلفل اسود مع معلقه كبيره كركم عشان تطعم لك الايه، تعزز لك كده اللون بتاع الرز. حطينا البهارات دي كلها في قلب بعضها. وطبعا منسيش معلقه الملح بتاعتنا الصغيره كده، معلقه شاي، المعلقه اللي بتعايري بيها علشان ايه اهي. بصوا اللون. الله 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 على الجمال والحلاوه. جميله بقى. كل الخضار اللي انتوا يعني مثلا البسله انا حطيتها جميله جدا حتى ايه اهي اهي. ماشي. كل ده ببعضه كده يعمل ريحه خطيره خطيره جميله جدا، ريحه حلوه قوي. وبعد كده هنحط الرز مع بعض. الرز المصري بتاعنا اهو. بصوا نديله تحميصه حلوه كده عشان يطلع مفلفل معاكم حلو. طبعا في حاجه انا نسيت اقول لكم عليها. دي ايه؟ قيمه معلقه سكر. اتفرجي بقى على طعم الرز بتاعك يبقى شكله، يبقى طعمه وشكل. بصوا حبايبي بصوا 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 جمال. بصوا بصوا قلبي كده، قلبي 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 قلبي. الله 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 على الريحه اللي طالعه. نديله تحميصه حلوه كده طعمه جميل. الله على الجمال والحلاوه. الخضار بتاعك بقى عايزه تحطي كوسه، انا عيالي ما بيحبوش الكوسه، والكوسه تحطيها لو حطيتها تحطيها اخر حاجه لانها بتستوي بسرعه. عايزه تحطي بطاطس حطي، بس انا ايه حطيت جزر وبسله. طعمت الرز بتاعي اهو. عايزه تعملي بالطريقه دي في اي طريقه انت تعجبك اعمليه يبقى جميل قوي. طبعا ايه احنا هنديله كمان نص ايه، نص معلقه كركم. هتحطي حوالي معلقه ونص كركم كده. عندك كام حط كام اهو عشان يطعم لك اللون اكتر، يظبط لك الطعم بتاعه. هو كركم مفيد جدا اصلا يعني حلو. الماده الدهنيه عندك لما تبقى سمنه كمان او سمنه بلدي بتبقى اجمل واحلى. نعلي بقى النار بتاعتنا كده عشان ياخد التشريحه الجميله بتاعته. عندك الشوربه حط الشوربه، ما عندك الشوربه يغلي ميه زي ما انا بغلي كده نحطيها، يبقى طعمها حلو برضو مع الحاجات اللي انت حطيتيها دي اهو. لازم تسمعي صوت طشطشه الرز كده اهو لما يتحمص معاكي. سامعين اهو. يبقى نشف من الميه خالص اهو. بصوا يبقى نشف من الميه ازاي. هو ده اسمه التحميصه بتاعت الرز. وانتوا تحطوا لي اللايكات الحلوه الجميله كده من ايديكم الجميله. ما تنسونيش في اللايكات اللي ترفع الفيديو عشان كله يشوف الفيديوهات الجميله الحلوه دي، وعشان قناتي تكبر بينا. وكل اللي بيتابعني من انهي بلد يقول لي، عشان دي حاجه بتسعدني وتفرحني. ونفسي يبقى لي اصدقاء جميله كتير قوي. نفسي يا رب، انا بحبكم في الله، يا رب الوصفات بتاعتي تكون بتعجبكم.
يا رب وصفاتي تكون بتعجبكم يا رب. طبعا احنا حاطين هنا كده ميه بتغلي اهي، سامعين؟ انت طبعا عارفه مقدار الميه بتاعك اللي انت بتحطيه، ما تمليش ميه جامد اهو. بصوا، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. وريحته تجنن، ريحته تجنن بجد، ريحته جميله قوي وجميل. صلوا على النبي يا حبايبي، اذكروا الله، ذكر الله تطمئن القلوب. علموا اولادكم الصلاه، ما تنسوش الصلاه، اهم حاجه يا حبايبي، اهم حاجه الصلاه. علموها لاولادكم وعلموا اولادكم الدين يا رب. هزود شويه ميه كمان. طبعا وانت بتدوقي الملح بتاعك ومحتاج ملح لسه ولا لا. عايز سنه ملح تحطوا له سنه ملح وخلاص، نسيبه يستوي على كده. طيب هحط له سنه ملح كمان اهو، هو مظبوط، بس عايز يعني حاجه بسيطه، ذره ملح اللي انا حطيتها قدامكم. طبعا بعد ما يتشرب حاول ان انت توطي النار بتاعتك عشان يستوي براحته ويبقى حلو اهو. شوفي البسله والحاجه جميله ازاي على الوش. عندي كفته مع بعض. بصوا يا حبايبي اهي، هنعملها مع بعض الاتنين تجربه. طلعتها اهي ماشي. اهي بصوا يا حبايبي اهي، هنوطي عليها النار، متهرتش ولا حاجه اهي. بصوا اهي اهي، بصوا وطوا عليها النار. اهم حاجه وطوا النار عشان ايه؟ عشان تستوي معاكم. عايزين تحطوها في الفرن حطوها، عايزين تعملوها بنفس الطريقه وتحطوها في الفريزر حطيها، عايزه تحطوها في بيض وبقسماط حطيها، ريحتها جميله جدا اهي. بصوا اهي، بصوا عامله ازاي. انا اعتبر بعملها ايه، هي مشويه ما فيهاش دهون اهي. بصوا حلوه ازاي، هي كده كده انت حاطه فيها ماده دهنيه اهي. بصوا تتشمع، تقلبيها بالراحه كده، تصبروا عليها لما تتشمع اهي اهي. انا بعملها معاكم تجربه اهي وقدامكم كل حاجه. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. هكمل بقيتها وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي كفته جميله ازاي. انا سايباها بقى مهديه عليها النار عشان تستوي براحتها وتستوي كمان من جوه، وهغطيها بغطا دلوقتي عشان بقى ايه تاخد تسويتها حلوه قوي. بص اهي، دي برجر، منها برجر ومنها كفته. بصوا ولا لازقه ولا حاجه اهي في الصينيه. بصوا حتى بمسكها بايديا اهي، جميله اهي اهي اهي. ودي التانيه اهي اهي، جميله جميله وبتعلى. معلقه البيكنج باودر اللي قصدي الكربوناتو عليت معايا الكفته اهي، جربوها. معلقه الكربوناتو ظبطت الكفته معايا. انا بحطها في كفته الرز، بص بتخلي الكفته جميله ازاي اهي. تعالوا بقى شوفوا معانا الرز الجميل ده، بص الجمال اهو. ادي الكفته بتاعتنا اهي، قفلنا عليها. وطبعا احنا كنا مغطيينها كده عشان تزيد ان انتي اكلك يستوي اكتر. غطي عليها بغطا زي كده، وبعد كده شلناه اهو نسيبه. عايزه اوريكم الرز. طبعا الرز عندي عشان يفلفل ويبقى حلو بالجمال ده، شنطه نضيفه زي دي كده. لو حاسه ان الرز بتاعك هياخد سوا معاكي جامد، شنطه زي دي كده وقومي حطوها اهي، طلع لك الرز جميل 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 ازاي، فلفل ازاي وحلو. شوفوا اهو، ولسه على البوتاجاز، هنشوف استوى ولا لا. استوى بقى تحفه. نغرف ونوريه لكم.
اهي معاكم كفته جميله اهي. وادي الرز بتاعنا اهو، بصوا وادي الكفته اهي، بصوا. هفتحها معاكم كمان اهي من جوه اهي، هي بتبقى طريه شويه من جوه اهي 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 يا حبايبي اهي. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. صلوا على النبي، ما تنسوش الكومنتات يا حبايبي اهي. الله جميله جميله وتعجب الاولاد والله، جميله تحفه، جميله بجد ما بكذبش عليكم، طعمها تحفه. والرز بصوا شويه سلطه كده مع الرز حلوين كده اهو اهو اهو. حته كفته جميله كده فوق الرز، والاطفال ياكلوا اكله سريعه وجميله جدا. وعلى فكره الوقت متاخر معايا وعملتها ما كملتش حاجه اهي. طعم وريحه خطيره. جربوا الطريقه بتاعتي دي والله والله جميله جدا. متنسونيش في اللايكات والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. وروحوا يا حبايبي اللي على اليوتيوب يشتركوا في الفيسبوك، واللي على الفيسبوك يشتركوا في اليوتيوب. تصبحوا على خير واستنوني في فيديو جديد.